سلام عليكم. سنة 2000 الست اللي قدامنا دي جوزها توفى، وطريقة وفاته كان حواليها شكوك كتير، وبعدها اتجوزت شخص تاني، وسنة 2005 توفى وبرضه طريقة وفاته كانت غريبة، وسنة 2007 بنتها لحقوها في آخر لحظة في المستشفى. فهي مين الست دي وإيه حكايتها؟ وليه كل اللي حواليها بيحصل لهم كده؟ أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في 24 يوليو سنة 1967 اتولدت ستيسي كاستر في مدينة نيويورك في أمريكا. ستيسي سنة 1985 لما بقى عندها 18 سنة اتعرفت على شاب اسمه مايكل وولز، ومن أول يوم شافوا بعض فيه ونشأت ما بينهم قصة حب. وبعد فترة قصيرة قرروا إنهم يتجوزوا، وبعد جوازهم عاشوا حياة سعيدة، وربنا رزقهم بأول طفلة ليهم سنة 1988 وسموها أشلي. وسنة 1991 ربنا رزقهم بطفلة تانية وسموها بري. أشلي البنت الكبيرة كانت علاقتها قريبة جدا بوالدتها، وكانت بتحكي لها كل حاجة. وعلى العكس تماما، بري البنت الصغيرة كانت متعلقة جدا بأبوها. ستيسي كانت بتشتغل في شركة إرسال إسعاف، وجوزها مايكل كان بيشتغل ميكانيكي، وبحكم شغلهم ما كانوش بيقضوا وقت طويل مع بعض. لكن بالرغم من كده العلاقة ما بينهم كانت مستقرة ومفيش ما بينهم أي مشاكل. بس مع مرور الوقت ستيسي بدأت تشك في إخلاص جوزها ليها ولبناته، وشافت إنه بقى بيشرب كحول كتير وصحته النفسية في تدهور باستمرار. وهنا ستيسي قررت إنها تنفصل عنه، وفعلا كلمت أختها علشان تشوف لها محامي وتبدأ في إجراءات الطلاق بسرعة. لكن في أواخر سنة 1999 ستيسي قررت فجأة إنها تأجل موضوع الطلاق ده لبعد احتفالات الكريسماس علشان بناتها ما يتأثروش. والحقيقة إن الطلاق ما تمش أصلا، لا قبل الكريسماس ولا بعد الكريسماس، لأن مايكل بدأ يحس بتعب شديد، وبقى على طول دايخ ومش قادر يقف على رجليه ولا يقوم من على سريره. ومع مرور الوقت التعب بدأ يزيد على مايكل، ويوم بعد يوم حالته بقت بتسوء أكتر وأكتر وبسرعة جدا. وفي خلال أسبوعين مايكل مات، وتقرير الطبيب اللي عاين جثته قال إن سبب الوفاة هي السكتة القلبية. أهل مايكل بسبب الطريقة الغريبة اللي مات بيها ابنهم شكوا في الموضوع، وخصوصا إنهم ما كانوش مرتاحين لمرضه الأخير، وعارفين إن ابنهم اللي عنده 38 سنة ما كانش بيعاني من أي أمراض، وتدهور صحته فجأة بالشكل ده ما كانش مريحهم. وعلشان كده طلبوا يشرحوا جثة مايكل، لكن ستيسي رفضت وقالت إن الطبيب عاين الجثة وكتب في التقرير سبب الوفاة، وكمان مايكل عانى كتير الفترة الأخيرة وجه الوقت إنه يستريح. أخت مايكل طول الوقت كانت مستغربة من رد فعل ستيسي على وفاة جوزها، وطلبت أكتر من مرة إن الدكاترة يفحصوا جثة أخوها مايكل، بس في كل مرة ستيسي كانت بترفض. وفي الآخر جثة مايكل اتدفنت، وبعد كده فتح وصيته واللي كانت بتقول إن ستيسي وبناتها هم الورثة على تأمين حياته، واللي كان حوالي 55 ألف دولار. وفعلا ستيسي أخدت الفلوس، وبعد فترة اتعرفت على شاب تاني اسمه ديفيد منفصل عن زوجته وعنده ولد، ونشأت ما بينهم قصة حب. وديفيد اتعلق ببناتها جدا. لكن من ناحية البنات فكانوا كارهين وجود ديفيد في حياة أمهم، وخصوصا إن أبوهم لسه ميت، ومش عايزين راجل غريب يعيش معاهم. بس طبعا ده ما فرقش مع ستيسي في حاجة، وفي 16 أغسطس سنة 2003 ديفيد وستيسي اتجوزوا. ديفيد كان رجل أعمال، وبعد الجواز ستيسي اشتغلت معاه، وطول الوقت كان بيحاول يقرب من البنات ويقنعهم إنه مش جاي ياخد مكان أبوهم. لكن كلامه ده ما جابش أي نتيجة، والحياة كانت مليانة توتر ومشاكل. لحد ما بيجي يوم 22 أغسطس سنة 2005 وبتحصل حاجة غريبة. ستيسي في اليوم ده اتصلت بالشرطة، وقالت إن جوزها ديفيد ما جاش الشغل النهاردة وقلقان عليه، وبقاله فترة حابس نفسه في الأوضة ومش راضي يفتح الباب لحد، وبتتصل عليه وما بيردش، وكل اللي عايزاه إنها تطمن عليه لأنه بيمر بحالة اكتئاب علشان والده لسه متوفي، وخايفة يكون عمل في نفسه حاجة. الشرطة على طول اتحركوا وراحوا لبيته، وأول ما وصلوا فتحوا الأوضة اللي كان ديفيد حابس نفسه فيها، ولقوه نايم على وشه وهو عريان، وكان خلاص مات. ستيسي أول ما عرفت فضلت تصرخ وتقول لهم مستحيل يكون مات، هو أنا حظي وحش قوي كده، وقعدت تندب حظها وبختها. الشرطة طبعًا ما ركّزتش أوي مع كلام ستيسي، لإن كان في حاجة غريبة لقوها جنب السرير، وهي كوباية وفيها مادة خضرا. ما حدش كان عارف هي إيه في الأول، بس بعدها عرفوا إنه سائل مانع للتجمد، ولقوا كمان جنبه إزازة كحول. وهنا قالوا إن سبب موت ديفيد هو الانتحار. لكن عيلة ديفيد كانوا شايفين إن ابنهم مستحيل يفكر في الانتحار، وده خلّى أفراد الشرطة يشكوا في الموضوع. وبعد ما فتشوا باقي البيت
لقوا شفاطة مرمية في الزبالة، ولقوا جواها آثار المادة الغريبة اللي ديفيد شرب منها. ووقتها شكوا في أفراد العيلة كلها، واعتبروا إنها ممكن تكون عملية قتل مش حالة انتحار. لكن ما قدروش ياخدوا أي إجراء إلا لما يخرج تقارير الطب الشرعي ويحدد سبب الوفاة. وكل اللي قدروا يعملوه هو رفع أي بصمات موجودة على الشفاطة اللي لقوها في الزبالة. ديفيد لما فتح وصيته لقوه كاتب كل حاجة لستيسي وعيالها، مع إن ديفيد كان عنده ولد وعلاقته بيه كويسة جدا. وغريب قوي إنه ما يسيبش أي حاجة لابنه، صعبة يعني. وده طبعا خلى ابنه ينهار ويحس إن أبوه كان بيكرهه. لكن كل ده اتغير تماما بعد ما خرجت تقارير الطب الشرعي. التقارير أكدت إن ديفيد توفى بسبب المادة الخضراء اللي لقوها. وغير كده لقوا بصمات ستيسي على الشفاطة اللي كانت في الزبالة، وما لقوش جوه جسمه أي حاجة بتقول إنه كان بيشرب كحول زي ما ستيسي قالت. وهنا كل الأدلة بتأكد إن ستيسي هي اللي قتلت جوزها، وعلشان كده حطوها تحت مراقبة. وأثناء ما كان رجال الشرطة بيراقبوها لقوها عملت حاجة غريبة أكدت شكهم تجاهها، وهي إنها جابت جثة جوزها ديفيد ودفنتها جنب جثة جوزها الأولاني مايكل. وبعد ما دفنته ما زارتوش ولا مرة. واكتشفوا كمان إن في اليوم اللي ستيسي قالت فيه إنها اتصلت بجوزها ديفيد كتير وما بيردش عليها، لقوها اتصلت بيه مرة واحدة بس وبعدها اتصلت بالشرطة. وده عكس ما قالت إنها اتصلت بيه كتير وقلقانة عليه، وبيوضح إنها كانت بتكذب. وهنا الشرطة اتأكدت إنهم قدام ست مش سهلة، وعلشان كده بدأوا يدوروا في تاريخها، وعرفوا إنها كانت متجوزة من واحد قبل ديفيد واسمه مايكل ويبقى أبو بناتها. وطريقة وفاته كانت نفس طريقة وفاة ديفيد. وأخيرا الشرطة تقرر إنهم يطلعوا جثة مايكل ويشرحوها ويتأكدوا من سبب وفاته. وفعلا بعد ما طلعوا جثة مايكل وشرحوها اكتشفوا إنه مات بعد ما شرب نفس السائل الأخضر اللي شربه ديفيد. وهنا الشرطة استدعت ستيسي وسألوها إيه السبب اللي خلى جوزك ديفيد ينتحر بالسائل الأخضر ده؟ قالت لهم معرفش، بس كل اللي فاكراه إن في مرة كنا قاعدين مع بعض بنتفرج على مسلسل، وبطلة المسلسل كانت بتقتل أزواجها بالسائل الأخضر ده، ويمكن ديفيد أخد منها الفكرة وانتحر بيها. الشرطة طبعا ما صدقتش كلامها، وكانوا محتاجين أي حد يشهد عليها رغم بصماتها والأدلة اللي لقوها. وعلشان كده استدعوا بنتها الكبيرة أشلي، وبدأوا يقولوا لها إحنا شاكين في أمك إن هي اللي قتلت أبوكي وقتلت جوزها ديفيد، وفي أدلة كتير ضدها. لكن أشلي وقتها اتصدمت من الكلام اللي بتسمعه، وقالت مستحيل إن أمي تعمل كده، دي كانت بتحب أبويا وبتحب جوزها ديفيد، ومستحيل تكون قتلتهم. وبعد يومين من المقابلة دي ستيسي اتصلت بالإسعاف وقالت لهم الحقوني، بنتي أشلي مغمى عليها في أوضتها. وعلى طول رجال الإسعاف بيوصلوا وبيلاقوا أشلي واقعة على الأرض وجنبها إزازة كحول وشرايط مسكن بأعداد كبيرة. ولقوا كمان رسالة بتقول فيها إنها بتحب أمها وإخواتها، وبتعلن إنها المسؤولة عن وفاة أبوها وجوز أمها ديفيد. وشرحت بالتفصيل إزاي قتلتهم هما الاتنين. أشلي على طول نقلوها لأقرب مستشفى وعملوا لها إسعافات أولية، ولحسن الحظ إنها ما ماتتش وكانت فاقدة الوعي بس. وبعد ما فاقت أختها بري وكل اللي حواليها بدأوا يلوموها ويقولوا لها إزاي تفكري في الانتحار، وسألوها كمان على الرسالة اللي كتبتها وقالت فيها إن هي اللي قتلت أبوها وجوز أمها ديفيد. والمفاجأة إن أشلي وقتها اتصدمت من الكلام اللي بتسمعه، وقالت إن كل ده ما حصلش، هي لا انتحرت ولا كتبت أي رسالة من الأساس. وكل اللي فاكراه إن ستيسي أمها اتصلت بيها وقالت لها تعالي بسرعة أنا متضايقة وعايزة أتكلم معاكي. وفعلا راحت لها وقعدت أمها تتكلم معاها وتقول لها إنها خايفة من الشرطة، كل شوية يستدعوها ويحققوا معاها وشوهوا سمعتها قدام كل الناس. وخلال كلامهم فتحوا إزازة كحول وقعدوا يشربوا مع بعض. ونعم التربية الصراحة. لكن بعدها ما حستش بنفسها وأغمى عليها، وفاكرة كويس إن الكحول كان طعمه غريب. وأخيرا الشرطة ما صدقت وراحوا قبضوا على ستيسي واعترفت إن هي اللي قتلت جوزها الأولاني مايكل وجوزها التاني ديفيد. وكل ده كانت علشان طمعانة في الفلوس. واعترفت كمان إنها حاولت تقتل بنتها، وهي اللي كتبت الرسالة علشان تلفق التهمة لبنتها وتنفيها عن نفسها. الله يخيبك. وبعد القبض عليها واعترافاتها تمت محاكمتها سنة 2009، واتحكم عليها بالسجن لمدة 51 سنة وبدون إمكانية إطلاق سراح مشروط. وسنة 2016 ستيسي دخلوا عليها زنزانتها لقوها ميتة بالسكتة القلبية. الطمع في أوقات كتير بيعمل قلب، وبيخلي صاحبه ممكن يعمل أي حاجة علشان يوصل للي هو عاوزه. وفي حكاية النهاردة ستيسي ماتت وسابت كل حاجة، والأهم إنها سابت بنتين عمرهم ما هينسوا اللي أمهم عملته. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.